السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواصلين معكم فقراتنا اللي هي فقرة نجم تلألأ، ومواصلين حديثنا عن التظاهرة القرآنية كما قلنا الوطنية المغاربية اليوم القرآني الكريم في راس جبل. ومازلنا باش نحكيو حقيقة عن الجانب التاريخي لمدينة المساجد راس جبل وعن الشيخ الجليل حمودة دخيل مباشرة مع الأستاذ والمؤرخ والباحث الحبيب الغناي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وعليكم وبركاته. وعليكم السلام أخت مريم، مرحبا بإذاعة الزيتونة. شكرا. تحية الحضور في الاستديو، تحية الأخت الدكتورة تهاني عضوة هيئة الرابطة. نعم، مرحبا بكم. شكرا ليك أستاذ، ربي يبارك لك. نعم وإحنا باش نحكيو على، خلينا في البداية نحكيو على مدينة المساجد راس نعم جبل. نعم. بالضبط. هي تسمية تليق باسم راس جبل، هي بحق مدينة المساجد، وهذا جزء من النشاط اللي احنا نقوم به بحول الله في يوم الافتتاح. نعم. هي معرض توثيقي حول مساجد مدينة راس جبل، من خلال عملية جرد للمساجد التي كانت موجودة والتي لا زالت إلى اليوم مهم. موجودة في المدينة العتيقة براس جبل في سنة 1930. مهم. يعني نتحدث تقريبا قرن من الزمن. صحيح. لكن المساجد هذه هي أقدم من هذا التاريخ بكثير، مهم. والبعض منها يعود إلى قرون، والبعض لا نعرف حتى تاريخ بناء هذه المساجد. نعم، سبحان الله. وقمنا بإحصاء من خلال خريطة مهم. من الأرشيف 12 مسجد في المدينة العتيقة ما زالت موجودة من عصر اليوم يؤمها المصلون. 19 تقريبا هكاك. العدد 12 12. في سنة 1930، وهو عدد بالنسبة لقرية في ذلك الوقت. راس جبل تعتبر قرية. مهم. تقريبا عدد سكان راس جبل في سنة 1930 6000 نسمة. مهم. والمساجد هذه موجودة قبل، كما قلنا قبل قرون، معناها كان نرجع للقرن 19 مهم. نجم نلقاو عدد أواسط القرن 19 جبل بين 2000 و 3000 نسمة مهم. موجود العدد هذا. مهم. وشنو اللي يميز المعمار متاع المساجد اللي موجودة في راس جبل؟ ما يميز المعمار هو البساطة. مهم. مساجد راس جبل القديمة تمتاز بالتركيز على الجانب الوظيفي. نعم. ما نلقاوش الزخرفة اللي نلقاو في مساجد مثلا مدينة تونس أو في المدن الكبرى. مهم. تقريبا أنا بالنسبة في رأيي ذكرنا بمساجد الأباضية، كنت تعرفوهمش في مهم. جربة. في جربة. نعم. نلقاو قبل ما تصير عملية الترميم اللي صارت وعملية التجديد، مهم. الصور التي وجدناها في الأرشيف وما تحتفظ به ذاكرة الآباء والأجداد هي بساطة هذه المعالم. مهم. حتى الجامع الكبير اللي عندنا معنا يعتبر أفخم وأكبر وأقدم جامع في المدينة، لا يحتوي على زخارف كثيرة أو نقوش، ما عدا ناقشة وحيدة موجودة في حمية محراب هذا الجامع. مهم. وهذا ما يهزنا نعم. انه البساطة المعمار معناتها. بساطة المعمار والوظيفية، معناها البساطة تقوم بالدور نتاع المعمار على مستوى التهوية. نلقاو العناصر الجامعة موجودة، المئذنة، بيت الصلاة، الصحن، حتى تلقى مسجد صغير تلقى فيه مئذنة. هذا مهم. مش موجود في برشا جوامع. المساجد القديمة الصغيرة اللي هي مساجد وليس الجوامع 1930 كانت فيها مآذن مرتفعة. مهم. هذا حتى الرحالة جلبت انتباههم العدد المآذن الموجودة في مدينة راس جبل. مهم. وهذا ما يميز وهي تقريبا جميلة، مساجد جميلة، راهو البساطة تعطي أحيانا نوع من الجمال أكيد. والتناسق في المعمار والسقف القبو والأقواس. مهم. هذاك تعطي نوع من الجمالية لهذه المعالم رغم مهم. بساطتها. نعم. وقع ترميم البعض من المساجد، لأنه قلت لي فما اللي يعني اندثرت تقريبا مساجد وفما اللي ما زالت موجودة. هو الغالبية موجودة. مهم. من 12 مسجد في سنة 1930 مهم. نلقاو 10 اللي احنا وثقناهم وموجودة ونزورهم وأمها المصلين. مهم. معناها أكيد اللي المساجد هذه ضاربة في القدم، معناها تقول 1930 موجود كما قلت من قبل مهم. قبل قرون. نعم. أكيد باش تعرض إلى مفعول الزمن، صحيح. مواد البناء، إلى تلف، إلى تهديد بالسقوط. وخاصة مهم. يمكن ما نعرفش الأخت دكتورة تهاني بحثت نزلت ولا لا، لا. هي خذيناها عبر الهاتف دكتورة تهاني. عبر الهاتف. مهم. أنا راس جبل تعرضت إلى زلزال كبير في سنة 1979. مهم.
ينجم يكون أثّر وكلمة معناتها على المساجد هذه؟ أثّر، أكيد أثّر على المساجد. كان أنتم تزورونا في المعرض اللي باش نوثقوه تو، خذينا اهم، صور من معهد الوطني للتراث سنة 79. اهم، ثم لجنة زارت مدينة راس جبل اهم، وعاينت عاينت المساجد هذه والحالة والظهر اللي أصاب القباب والأسقف هذه المساجد. والحمد لله خلوا لنا اللجنة هذه، خلوا لنا الصور اللي وثقت حالة تلك المساجد، ونشوفوا حتى الشقوق الموجودة في قباب هذه المساجد. اهم، ممتاز. وهذا ما تطلب اهم، عمليات ترميم وتجديد تمت مهم، في مطلع سنوات الثمانينات مهم جدًا. تقريبا. كلها كل المساجد، ثم حتى من أعطيك معلومة، ثم مساجد ما عادش قابلة للترميم. أها، ما فمش إمكانية وصل بسبب اهم، طول الضرر عبر الزمن مئات السنوات والزلزال. تم معناها مهددة، أصبحت تهدد والمصلين، فتم إعادة بنائها من جديد. اهم، مثل مسجد مثلا، عندنا مسجد الرحبة اللي في قلب المدينة العتيقة قريب من الجامعة الكبير، اهم، تقريبا هو الوحيد اللي وقع تجديده بشكل كلي. اهم. وكذلك عندنا مسجد آخر، مسجد طريق العالية. نعم، لأنه كما قلت ما عادش تستحق ترميم، يلزمها من أول وجديد معناتها تعاود البناء هو نتاعها. بالضبط، هو عدد قليل لما حالة اهم، فما زوز مساجد على ما أتذكر، زوز مساجد تقريبا اللي وقع إعادة بناء من جديد، لكن البقية اهم، ثم مساجد لا زالت تحافظ على الطابع المعماري معماري. الأصيل. اهم. السقف القبو والأقواس الموجودة وشكل المحراب، مازلت محافظة على الطابع هذا. نعم، أنتم خلال التظاهرة الوطنية المغاربية ليوم القرآن كذلك باش يكون المعرض اللي يحتفي بمساجد نعم مدينة نعم. راس جبل. من ميزة يوم القرآن أخت مريم أن هناك أنشطة مع المسابقة، أنشطة ثقافية ودينية. كل ممتاز. سنة اهم، عندنا محاضرات مثلا، عندنا ندوات، عندنا أنشطة فكرية. تعملت صراحة محاضرات قيمة. مثلا اهم، ثم محاضرة تعملت على التعليم الزيتوني في البلاد التونسية، اهم، محاضرة على زواتنا في راس جبل، وتعملوا لهم معرض اهم، من أرشيف جامعة زيتونة. اهم، استخرجنا الملفات، الدفاتر والصور، تعمل معرض اليوم. كل سنة بهذا الشكل اثناء. اهم، جاتني الفكرة، اقترحت على فرع الرابطة اللي أنا نعمل عمل المعرض هذا. هو معرض توثيقي بأتم معنى الكلمة ربي يبارك لك. للمساجد. نعم. اهم، نعم. وطلب معناه وقت طويل وبحث وتصوير. وجهد معناه أكيد باش هو نعم. يجمع بين الجانب الفني، الجانب التوثيقي، والجانب الفني، فن الصورة الفوتوغرافية، التركيز على الهندسة المعمارية وبعض العناصر اللي ماشية للاندثار في بعض الجوامع، اهم، أو أن بعض عناصر الجوامع اللي ما يعرفوهاش المصلين. اهم، نعطيك مثال، مثلا عندنا المزونة في الجامع الكبير، أي، ما يجموش يطلعوا مثلا قصة حاجة بعيدة ما يعرفوهاش. اهم، ثم كذلك ثم بعض العناصر في بيت الصلاة في الجوامع المالكية. أي، كرسي الختنة، اهم، كرسي الختنة هذا ما عادش موجود في المساجد الحديثة، مش الزوال. معناها حابين نعرفوا بهالعناصر صحيح. هذه بس تكون الاجيال هذه واللي ما يعرفوش تعرف عليهم بعض ممتاز. المعلومات حول هذه العناصر وبعض العناصر المعماريه، مكونات بيت الصلاة، الصحن بالنسبة للجامع الكبير. نعم، ربي يبارك لكم على هاللفتة هذه، يعني بين نعم القرآن الكريم صح. وحفظ القرآن الكريم، كذلك وثم جانب جانب الاهتمام آخر، بالمساجد. نعم. جانب آخر مهم، المساجد لا تكتمل جماليتها إلا عندما يقع إعمارها. اهم، سبحان احنا الله. حكينا كذلك على القراء والمشايخ على مدى 3 أجيال من سنة 1941، اهم، قراء ومشايخ وخدام بيت الله في الجامع الكبير. اخترنا الجامع الكبير اهم، اللي مروا بالجامع الكبير منذ سنة 1941 باش تعرفوا بهم. أكيد جمعنا الصور نتاعهم اهم، للأجيال اللي ما تعرفهمش. ثم صحيح. حتى أنا تحصلت على الصور، قالوا لي على مشايخنا في العمر هذا معناها في 50 سنة، ثم مشايخ ما نعرفهمش اهم، سبعينات. اهم، تعرفت عليهم في المناسبة هذه اللي أنا جمعت الصور نتاعهم وعرفت بهم. صحيح. عندنا أولا الخطباء، اهم، الخطباء، اهم، عندنا الأئمة الخمس اهم، اللي أم أم الصلاة، الناس في الصلاة عندنا الخمس. هاي. عندنا القراء اللي هم القراء اللي احنا كنت تحكي على كرسي الختمة اللي يقراوا نهار الجمعة. عندنا اهم، تقليد
في جامع الكبير براس جبل، واخذينه من الحاضره ان قبل في الجوامع الملكيه كمدينه تونس الحاضره قبل صلاه الجمعه نعم. ثم قراءه لما تيسر من القران الكريم. هذوما نسميهم القراء، لازم يكونوا قراء امام خمس في الجامع الكبير او قراء من المساجد المحيطه بالجامع الكبير. في ذلك الوقت إلى سنة 1948 أواخر الأربعينات جامع الكبير أو جامع كما يسمى جامع الأقصر كان جامع الخطبة الوحيد في مدينة راس جبل قبل أن ينضم إليه جامع القرية. كان جامع خطبة. واضح. يعني يعطيكم الصحة في هالمجهود هذا، أنه تعرفوا بالمساجد وكذلك تعرفوا بالناس اللي خلات بصمة، باش تعرفوا الأجيال هذه. شوف الناس اللي تركت بصمة في هالمساجد والجوامع. المساجد القديمة هو عنوان هذا المعرض، المساجد واهل القران في ذاكره مدينه راس جبل. نعم ممتاز، ربي يبارك لكم ان شاء الله. وان شاء الله علاش لا ان شاء الله يا رب. حتى كان ما نجمش راس جبل تابعنا على الصفحه ترعى الرابطه. اكيد شنقلوا صور وفيديوهات، شوفوا معناها اللوحات اللي حضرناهم. يعطيكم الصحة. مهم برشا النقل المباشر اليوم للناس اللي حتى ما تقدرش تكون موجودة، لأنه للنفع. نعم مهم جدا. نقل مباشر وحتى نقل حتى التسجيل زاد في إضافة زاد وحتى الصور. وان شاء الله علاش لا حتى الاعمال هذه استاذ علاش ما تكون زاده تتنشر غدوه في كتيبات، غدوه في المجلات، يعني للحفظ للذاكره. نعم هذه توا احنا عملنا الخطوه الاولى، مركزين على المرحله هذه. ثم شباب ما شاء الله عندهم مثلا افكار اخرى تنجم على منصات رقميه، تنجم على ورقيه. نعم ديما لحفظ الذاكره. نعم اشمل الطرق لحفظ الذاكره. احسنتي، لحفظ الذاكره. ثم كما قلت لك عناصر تنجم تندثر بطبيعه الحال، كما كرسي الختمه اللي حدثنا عليه. نعطيك كرسي الختمه، نعطيك مثلا حاجه قاعده كانت في مسجد واحد، عندنا مسجد صغير ضارب في القدام مئات السنين. ثم آلة خشبية اللي تحت الماء من البئر. الآلة هذه كما نقولوا جرارة عندها اسم، هذه كانت تنجم تندثر الاسم تاعها. احنا في اللهجة التونسية في راس جبل نقولوا لها شقليبة. هي آلة خشبية تطلع الماء من البئر. كانت تنجم هذه تندثر كان ما حافظوش عليها، وحتى التسمية معناها أنا ما كنتش نعرفها، تعرفت عليها كسلت المهتم بالجامع الإمام وقلت سلت عليها، قال لي راهي اسمها عندها اسم الشقليبة هذه، ومازالت سبحان الله مازالت يستعينوا بها. عندهم الآلة المصاخة الكهربائية، عندهم قطع الكهرباء يقول لك نستحقوها محافظين عليها. اي فما تفاصيل مهمه حقيقه. عندنا صوره لها، زي يعطيك مثال بسيط اضافه الى عناصر اخرى في بيوت الله. ان شاء الله نزيدوا نتعرفوا عليها في المعرض هذا اللي ربي يبارك لكم فيه ان شاء الله. خلينا كذلك نتعرف على نجم تلألأ وشع نوره بما قدموا لمدينته في راس جبل. نعم الشيخ الجليل حمودة دخيل. الشيخ الجليل حمودة دخيل. انا نحكي لك حكايه، انا نذكره قريت في المدرسه اللي قرأ فيها حمودة دخيل. خاطر في الثمانينات هو أحيل على شرف المانع سنة 1987. وهي الفترة اللي قريت فيها بين 81 و 87. كنقولوا في حمودة الاسم برك أختي، أنا ما قريتش عنده وقت خاص. نعم سبحان الله. صدقني تو أنا قراءة تصويت تقولوا في حمولة ولا في بحمودة. إنسان عنده مميز في المدرسة، إنسان قامة علمية، إنسان فقيه على قدر كبير من الأخلاق ومن احترام الصغير والكبير. كما سي حمودة عنده خصال الطلبة الزيتونيين اللي تربوا على احترام الكبير واحترام الصغير ومتشبب بالعلم الزيتوني. كما تعرفوا اكيد راك سمعتوا اللي هو متحصل على شهادة التحصيل العلمي. تحصل عليها في سنة 1955. وشهادة ذو قيمة ما يعادل اليوم شهادة البكالوريا. حتى الوقت ذاك نحكي وراه قبل الاستقلال 55 عدد الذين يتحصلون على البكالوريا بالعدد الأصابع بالعشرات. نفس الشيء بالنسبة للحصول على هذه الشهادة ما يعادل شهادة البكالوريا، وتمكن حاملها من الالتحاق بالتعليم أو موصلة التعليم العالي. نعم هو كمدرسة ودرس عن أكبر علماء الزيتونة
الافاضل الشيخ طاهر بن عاشور وابنه نعم. محمد الفاضل بن عاشور. تتلمذ نعم. على يعني شوف على هالأسماء هذه يعني على اللي عندها القامات، بصمة نعم، كبيرة وعلى القامات القامات الكبيرة. نعم. بالضبط. عنده حضور كبير في مدينة راس جبل، وكان إمام خطيب. هو تقريبا تولى الإمامة في سنة 1981، أتذكره جيدا. أتذكر الخطب نتاعو كيفاش يوصل المعلومة. لكن ثم الوقت ذاك في الثمانينات ثم نسبة كبيرة معناها الناس ما تفهمش اللغة العربية الفصحى، يحاول يبسط لهم اللغة ويفهمهم بطريقة بأسلوب خاص. نعم. حسب مستوى العلمي تاع الموصلين الحاضرين عنده. نعم. أنا قريت عليه أنه تعرف كذلك بالتواضع متاعه. بالضبط، احسنتي، بالتواضع نتاعو. انا يحكي لي مره ولده عن شيخ اعلم اكبر منه في العمر، في محجوب، اللي هو كان تولى ل 50 سنه امامه الجامع الكبير من 1941 الى 1991. نعم. قال عندما اعترفنا الشيخ جلول معناها شعر الشيخ محجوب شربيط، معناها الولد نتاعو تغير حتى يحشم كما نقولوا. قال سيدي سميه سيدي. نعم. سيدي محجوب جاي معناها التواضع، ذاك التواضع العلماء، نعم. تواضع صحيح. الناس العارفين والناس، قيمة العلم، قيمة أصحاب اللي يحملون العلم. نعم. يعني هذا يعطيه انه يعني كان عنده هك تربيت عليه اجيال من العلماء وكما قلت انت من الخطب نتاعو. اجيال، اولا اجيال درسوا عنده. نعم. معناها قامات اليوم معناها قرأ عنده، تو اللي قرأوا عنده استاذ واطارات عليا في الدوله. معناها ترك بصمه، عنده البصمه نتاعو في مدينه راس جبل. نعم. وكان معناها انسان متمكن من الفقه، متمكن من العلوم الشرعيه، خاصه نقطه قوته التميز نتاعو في اللغه. في اللغه العربيه، طلب اللغه العربيه، النحو والبلاغه والصرف. تعرف اختي نعطيك معلومه، هو راهو الطالب الزيتوني، كل طالب تلقاه متميز متمكن في حاجه، وما يقراوا كل شيء، يقراوا الفقه، يقراوا علوم القران، اللغه. تلقى طالب متميز في مثلا في الفقه، طالب اخر في علوم القران. نعم. طالب حموده احنا معروف عنه اللي هو متظلع متمكن من علوم اللغه والنحو الى غير ذلك. نعم. رحمه الله ان شاء الله، وربي يجازيه عنا خير الجزاء. ربي يرحمه ان شاء الله. ونوجه تحيه ولده سي محمد صديقي، راهو يسمع فينا تو، تحيه لي زاد في البرنامج. ربي يبارك لهم ان شاء الله. سي محمد الاستاذ محمد دخيل وكافه العائله، وتحيه كذلك لكل مستمعيكم الاوفياء. شكرا ليك. عنكم انتم شعبيه زيتونه ما شاء الله. الله يبارك لك. تحيه للناس الكل شكرا. اللي يسمعوا فينا، وان شاء الله ديما ان شاء الله موفقين يا رب العالمين يا رب. شكرا لك الاستاذ والمؤرخ والباحث. شكرا على الاهتمام بتظاهرة يوم القرآن. يا رب ان شاء الله موفقين. تطلب احدانا ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب العالمين. ويركبوا التظاهرة هذه مباشرة يا رب ان شاء الله. شكرا لك الاستاذ والمؤرخ والباحث سي الحبيب الغني، ربي يبارك لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا، ربي يبارك لك ان شاء الله. تحية ليك وتحية لكل القائمين على هالمسابقة هذه. وما زلنا ان شاء الله بعد الفاصل ان شاء الله باش يكون معنا الاستاذ الدكتور أسامة بن العربي باش نحكيوا على الجانب العلمي للتظاهرة. راجعين ان شاء الله.